بُصّي يا صاحبتي، عمرِك قابلتِ بنت أول ما تدخل أي مكان حتى لو ما قالتش ولا كلمة، كل اللي حواليها يحسوا إن هي مختلفة؟ الناس تبُص لها، تسمع لها، تحس إن هي واثقة من نفسها بشكل يخلّيها ملفتة جدًا. دي بقى مش دايمًا علشان شكلها أو لبسها، لأ، دي علشان عندها حضور، عندها هيبة وكاريزما الاتنين في نفس الحاجة. الهيبة إنِك تبقي هادية، ثابتة، مش بتتهزي بسهولة، وطول الوقت حاسة بقيمتِك. أما الكاريزما هي إن الناس ترتاحلك وتحب تسمعك، تنجذب لطريقتك حتى لو انتي مش بتحاولي تعملي كده. ولما الاتنين يجتمعوا في بنت واحدة تبقى البنت اللي أي حد يفتكرها حتى بعد ما تمشي. بس أهم حاجة تعرفيها إن الهيبة والكاريزما مش بيتولدوا مع ناس وناس، لأ، لأ خالص. دي حاجة بتتبني وحاجة بتبدأ من أهم نقطة، ثقتك بنفسك. لأن مفيش بنت هتعرف يبقى ليها حضور وهي من جواها طول الوقت بتكسر نفسها طول الوقت وبتقول أنا شكلي وحش، أنا مش حلوة زي فلانة، أكيد الناس شايفاني غبية، أكيد محدش مهتم بيا. طول ما صوتك الداخلي بيقولك كده هتفضلي كده، هيفضل ده باين عليكي من جواكي ومن براكي. حتى لو لبسك حلو، حتى لو لبسك حلو وحتى لو شكلك جميل، الثقة بالنفس مش معناه انك تبقي شايفة نفسك على الناس او داخلة المكان عاملة فيها الملكة. بالعكس، الثقة الثقة الحقيقية انك تبقي مرتاحة مع نفسك، عارفة ان عندك عيوب بس عندك مميزات برضو، عارفة انك مش لازم تبقي كاملة علشان تتحبي. يعني مثلا لو انت شاطرة في الكلام او دمك خفيف او جدعة او ذكية او بتعرفي تسمعي الناس كويس، دي حاجات، دي كلها حاجات تخليكي مميزة جدا. ركزي على الحاجات دي وطوريها بدل ما تفضلي باصة للحاجة اللي ناقصاكي. وصدقيني اكتر بنت بيكون ليها حضور مش شرط تبقى اجمل واحدة في القعدة، بس غالبا بتبقى اكتر واحدة واثقة. البنت اللي داخلة الدرس او الجامعة وماشية بهدوء ظهرها مفرود، مش باصة في الارض ومش قاعدة طول الوقت تعدل في نفسها بخوف، دي لوحدها بتلفت النظر. حتى لو انت ماشية في الشارع، في فرق بين البنت الماشية وهي مكسوفة من نفسها وبنت ماشية كأنها مرتاحة. الأولى الناس بتحس إنها متوترة، التانية الناس بتحس إنها قوية حتى لو هي من جواها متوترة شوية. وعلشان كده لغة الجسم مهمة جدا. جسمك بيتكلم عنك قبل ما انت تتكلمي. ولو انت قاعدة طول ولو انت قاعدة طول الوقت موطية نفسك أو باصة في الموبايل أو بتلعبي في ايدك وتعضي في ضوافرك، ده بيدي إحساس إنك مش واثقة. لكن لو قعدتي هادية، ظهرك مستقيم، بصتك ثابتة، ده بيخليكي تباني أقوى بكتير. مش معنى كده إنك تبصي للناس بطريقة تخوف، لأ خالص، بس لما حد يكلمك بصيله في عينه شوية، ابتسميله ابتسامة بسيطة، دي لوحدها بيدي إحساس إنك مرتاحة وواثقة ومركزة مع اللي قدامك. مثلا تخيلي إنك في فرح أو تجمع عائلي وفي بنت داخلة طول الوقت ساكتة ومتوترة وبتبص في الأرض، وبنت تانية داخلة بابتسامة هادية وسلمت على الناس بالراحة وقعدت وهي هادية ومش مستعجلة وتثبت نفسها. غالبا الناس كلها هتفتكر إن التانية، غالبا الناس كلها هتفتكر التانية. ليه بقى يا ملك؟ هقول لكم ليه. علشان كانت مرتاحة في نفسها. كمان طريقة كلامك بتفرق جدا. في بنات أول ما يتوتروا يتكلموا بسرعة قوي، أو يفضلوا يقولوا يعني أصل، مم مش عارفة، وده بيخلي اللي قدامك يحس إنك مش واثقة حتى لو كلامك صح. حاولي تتكلمي بالراحة، واحدة واحدة، خدي وقتك، مش لازم تردي بسرعة على أي حاجة. بالعكس، البنت اللي بتاخد وقت وبتاخد ثانية تفكر قبل ما ترد غالبا بيبقى ليها هبة أكتر. في حاجة مهمة البنات كتير بتغلط فيها، إنهم يفتكروا إن الهبة معناها البرود أو التكشير. تلاقي البنت عاملة نفسها تقيلة قوي وما بتبتسمش ومش عارفة تتكلم مع حد علشان تبان قوية، بس الحقيقة ده مش حضور، ده توتر مستخبي. البنت اللي فعلا عندها كاريزما هي اللي تبقى لطيفة وهادية وفي نفس الوقت محدش يقدر يقلل منها. يعني تبقى مبتسمة وتهزر وتضحك، بس لو حد قل أدبه أو حاول يكسرها أو حاول يقل
أدبه ويتعدى حدوده يعرف إن ليكي حدود ومش أي حد يعديها. ساعتها هي تبدأ تتكلم، زي مثلا لو واحدة صاحبتك طول الوقت بترمي عليكي كلام يقلل منك قدام الناس عشان تبرز نفسها قدامهم على أساس هزار وكده يعني. زمان كنت انت يمكن تضحكي وتسكتي علشان علشان ما تبانيش حساس، لكن البنت الواثقة ممكن ترد بهدوء وتقول لا بصراحة أنا مش بحب النوع ده من الهزار. ساعتها تتوقفيها عند حدها، ولا منك زعلتي ولا كتمتي جواكي، ولما روحتي نمتي وزعلتي وفضلتي تفكري طول الليل في اللي هي قالتهولك، ولا منك ضحكتي واستهزأتي وخليتي الكل يضحك عليكي. انت وقفتيها عند حدها وخلتيها تحس بالإحراج من غير خناق ومن غير صوت عالي بس بثقة، وده بيدي هبة أكتر بكتير من إنك تعملي مشكلة أو تفضلي ساكتة ومتضايقة. أهم حاجة بقى ما تحاوليش تبقي نسخة من حد، ما تبصيش للبنت المشهورة اللي في المدرسة أو في الجامعة أو على السوشيال ميديا وتقولي نفسي أبقى زيها. لأ، لأن أكتر حاجة بتدي حضور للبنت إنها تبقى نفسها بطريقتها وبضحكتها وبكلامها، بروحها المصرية أو بروحها المصرية الجميلة اللي فيها هزار وشياكة وطيبة. وفي نفس الوقت تفتكري إن دايما البنت اللي عندها هيبة وكاريزما مش البنت اللي الكل بيجري وراها، لأ، دي البنت اللي داخلة أي مكان وهي عارفة قيمتها وبالتالي الناس كلها بتحس بقيمتها. أتمنى إن موضوع النهاردة تبقوا استفدتوا منه حتى لو بكام معلومة، بس حقيقي المعلومات دي هتفرق معاكي جدا أو معاك جدا. وبس كده، ما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب وتقولي رأيك في الكومنتس. وسلام يا حلوين.